مو حالفين نظل سوا، شو بطلت جنك وانت منك ينشبه حتى انا منك. مو حالفين نظل سوا، شو بطلت جنك وانت منك ينشبه حتى انا ميل منك. مو حالفين نظل سوا، مو حالفين نظل سوا، شو بطلت جنك وانت منك ينشبع حتى انا ميل منك. مساء الخير شباب، اشوفكم ان شاء الله مرتاحين. تحياتي لكم كل متابعيني والمشتركين في قناتي، اهلا وسهلا بكم. بالنسبه للموضوع الشائع هسه عندنا بالعراق، تعرفون يعني الواحد يدور بالفيديوهات ويقرا تعليقات، يعني ما صايره فد هوسه عمود موضوع، عمود اغنيه او قصيده مثل ما يقولون بعض، مو حالفين نظل سوا. هي بالاصل يعني الاغنيه او القصيده مثل ما يقولون، هي بالاصل صحيح اللي قراها سيد فاقد، واخذ كلماتها نور الزين ونفس اللحن. من نزلوا قريبا الاغنيه الاعلان مالته، فكانت كلمات مكتوبه قصي عيسى ومن الحان نور الزين، بس من ورا ما دروا بين سيد فاقد وهالسوالف وصار انتشار على اليوتيوب على مواقع التواصل، لغوا شوفوا الكلمات اللي كتبوها كلمات من والحان من، ماكو هيك اسماء، بس شو يكتبون؟ هما يكتبون مثلا الحان سيد فاقد، لو كلمات المشرفاوي، وجماعة يقولون لا هاي بالاصل اغنية نور الزين، وجماعة يقولون بالاصل يا مال سيد فاقد، واكو بيهم يقول لا احمد عوفي هو القصيدة مالته. بالنسبة لاحمد عوفي نزلها نور الزين، اخذ اللحن مالته غير من كلامه نزل عليه. بالنسبة هسه النوب عندنا سلوان الناصري نزل القصيدة بس كلمات شاعر الصحيح والحان سيد فاقد. بس ليش يعني هسه اكو جماعة يقولون مثلا لا هي بالاصل هسه ما افتهم مال سيد فاقد لو مال نور الزين، هي بالنسبة هي كلمات وعادي يعني ما بيها اي شيء. ان كان صح اكو بعض اعتبروها حرام، يعني مثلا قصيدة هذه السيدة زينب العباس شلون غير، بس هي ما بيها يعني هو كلامه وما اخذها، فما لها داعي يعني. انت عليك اسمع، كان هذا ان كان هذا. تحياتي لكم، ولا تنسون الاشتراك بالقناة ومشاركة جماعتكم، وعجب مع السلامة.